المهم النهارده هنتكلم عن المنهج بتاع السنه الاولى مينلي. اوكي، بعد كده هنتناقش في الحاجات بتاعه الجرامر شويه. اوكي. آه اول حاجه احنا اول غايه ليكتيونن. بدانا اول ليكتيون كان بيتكلم عن التحيه نفسها، ودي اول حاجه بنبدا بيها. خلاص، احنا عندنا ان احنا نعمل تحيه او ان احنا نسلم على حد بيبقى اسمها بيكروسون. اوكي، ده ايه؟ بيكروسون اللي هو ايه؟ التحيه. اوكي، نسلم على حد او اي حد او وات ايفر. خلاص. طب الوداع بيبقى اسمها ايه؟ ابشيد. خلاص، يبقى كده اول حاجه بنفهمهم او اول كلمتين بنفهم عنهم او بنتعلم. بيكروسونج التحيه. اوكي، وابشيد الوداع. اوكي. طب بنرد عندنا هالو، تشوس، وأوف ويدرزين. تمام، طبعا ده ايه؟ ده بالنسبه للكتاب، لكن احنا هناخد ايه اكتر يعني. اوكي، يعني انا عندي ادي اهو، خليني هنا. انا لو عايز اعمل تحيه بشكل فورمال، تمام، بشكل رسمي. اوكي، غالبا بنستخدم جزء شارك، غالبا يعني، اللي هي زي يوم سعيد. تمام، بس هل الجزء بتاعك عامة ما بتستخدمش بشكل غير رسمي؟ لا، بتستخدم عادي. انفورمال بتستخدم عادي. هو فكرة جزء بتاعك لأن أنت بتقولها في الحاجات مثلا في الشغل أو كده، ففترة الشغل غالبا بتبقى في نفس الوقت ده. تمام. خاصة لو كول سنتر أو كده، فاللي هو على مدار اليوم. طبعا مش حاجة يعني، بس هي لو عملت بطريقه رسميه بنقولها على طول كوتشن تاج. تمام. لو استخدمتها بطريقه عاديه بقى، فجوتن تاج هي ليها وقت. يعني احنا عندنا جوتن مورجن من اول الفجر كده او الشروق لغايه قبل الظهر شويه، هي الساعه 11 كده. من بعدها لغايه قبل المغرب للساعه 5 كده ولا حاجه، بتبقى دي جوتن تاج. ولغايه بالليل بقى الساعه 10 كده ولا حاجه، دي بتبقى جوتن اب. احنا عندنا جوتن مورجن اللي هي صباح الخير. جوتن تاج، جوتن ابند. سوري، جوتن ابند. مورجن الصباح، تاج يوم، وابند المساء. خلاص، وجود يعني كويس، اللي هو يوم سعيد، مش عارف ايه كده يعني. خلاص، في واحده ناقصه اللي هي جوتا نخت، ولكن دي مش بكروسونج. يعني كل دول ممكن يتقالوا او هما بيتقالوا بكروسونج تحيه. جوتا نخت بتبقى ابشيد، بودع حد وهو رايح ينام بقول له جود نايت. دي جوتا نخت. خلاص، ده كده بالنسبه لدول. عندنا بقى بشكل انفورمال برضو ممكن اقول لشخص باي باي يعني بتشوس. اوكي، تشوس اللي هي باي باي. اوكي، ولكن بشكل فورمال بنقول او نودع شخص اللي هو بالابشيد بنقول اوف فيدا زين او فيدا زين. بحب انا افصص شويه كلمات الالماني. فاوف، تمام، دي بتبقى حرف جر، ممكن هنا نترجمه الى. فيدا ده بريفكس، حاجه بتتزود في اول الكلمه بتدل على التكرار. وزين ده اللي هو verb to see، يرى. خلاص، فأو فيدا زين، أو فيدا زين اللي هو إلى أن أراك مرة أخرى. خلاص، إلى رؤية أخرى. خلاص. طب أنا لو بكلم في التليفون ما ينفعش بستخدم زين، ما ينفعش استخدم verb to see، فاستخدم verb to hear إن أنا أسمع. أو فيدا hören، أو فيدا hören، أو فيدا hören اللي هو إلى أن أسمع منك مرة أخرى. اوكي، ده انا كده بقول له برضه باي باي او مع السلامه بطريقه فورمال ولكن على التليفون. تمام، يبقى دي اكتر في التليفون. يشبخيش، المحادثه بتاعه التليفون. خلاص،
حد كده عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ لا لغاية دلوقتي تمام. اوكي، فارس الدنيا زي الفل. تمام. اوكي، بوينت بعديها الهوبيز. تمام. طبعا الهوبيز احنا مهم جدا ان احنا نعرف الافعال. تمام. يعني باسكت بال مثلا spielen. شاتن اوريدي هو verb. spielen to play يلعب. تمام. in die Disco gehen اللي هو يذهب. خلاص. انا بحاول ان انا اجمع لكم واحنا شغالين اكتر قدر من الحاجات اللي ممكن تستفادوا منها فواشاتس يعني. تمام. فانتوا المفروض دي هتجمعوها او كده وتذاكروها فعليا. طبعا في حاجات منفصله هديها لكم ان انتوا تذاكروها بس عشان تبقى حاجه احنا بنشرح تبقى ثابته معاكم شويه. تمام. برضه فوسبال شبيلن انس كينو جين. ميوزيك هيرن يسمع موسيقى. im Internet surfen يتصفح على الانترنت. انس شبيلن برضه انس تياتا جين. تمام. يبقى بنلاحظ ان انا عشان داس وهنا برضو داس الاثنين بقول عليهم ايه؟ انس. انس كيلو جين انس تياتا جين. خلاص. كينو عامة معناها سينما. تمام. عشان موسيقى عادي انترنت زاف ان يتصفح ايوه دي على الانترنت. تياتا المسرح عادي. تنس. اوكي. لا معلش ما فهمتش انس دي. بص احنا عندنا حاجة اسمها الادغام في الالماني. اوكي. ان تمام. بلس داس بتبقى انس. آه. بس عشان ما تشوفهاش ما تتخضش فهي انس تياتا جين لو انا رايح للتياتا. خلاص. ايش جايه مثلا انس تياتا. خلاص انا رايح للتياتا في مصر. تمام. ماشي. اوكي، طب انا اسال عن الهوبيز ازاي؟ ممكن فيرب ماخن اقول فاس ماخن زي احترام جان انت بتحب تعمل ايه؟ سوري. جان دي اخر. تمام دي اخر يا شباب. فاس ماخن زي جان بتحب تعمل ايه؟ او ممكن اقول له طبعا ماخن ممكن ماخس دو. تمام يعني اغير خليها ماخس دو جان. ممكن برضه اقول ازود in deiner Freizeit وقت فراغك يعني ازود على الجمله اللي فاتت. خلاص. was machen Sie gern in deiner Freizeit في الوقت الفراغ بتاعك. ممكن اقول برضو was sind deine او ihre بحرف groß كبير hobbies ايه الهوايات بتاعتك او بتاعت حضرتك ihre. خلاص. يبقى was machen Sie gern in deiner Freizeit انت بتحب تعمل ايه في الوقت الفراغ بتاعك. Was sind deine Hobbys او was sind ihre Hobbys. خلاص ايه الهوايات بتاعتي يعني. ده كده اغلب الطرق ان انا اسال فيها عن ايه النيله ده الهوبيز. خلاص. ممكن بقى اساله عن هوايه بعينها يعني مثلا خلينا نحطها تحت كده. اقول له مثلا least do least do Bücher. انت بتقرا كتب؟ انا اساله بحاجه بعينها. least ده يا شباب ده فيرب ليزن. لو كنت اتفرجت على السيشن التانية كان الموضوع هيبقى ايه واضح عندكم في حوار الافعال دي. فده اتفرجت فيرب عليه. ليزن. طب كويس. فيرب ليزن ده بيحصل له حاجه اسمها فوكال فيكسل هنتكلم عليها التانية النهارده عشان ايه تركزوا فيها. بص يا شباب احنا عندنا آه في ادوات افعال منتظمه وافعال غير منتظمه. الافعال الغير منتظمه ليها نوعين برضو.
كنت حتى قلتها اعتقد في الفيديو بنفس المثال ده اللي انا بحب اقوله أوي. اللي هو زي حزلقوم، اللي احنا عندنا نصين. النص الاولاني بتاع يعني انا النص الاولاني قسمناه نصين. فالنص الاولاني بتاع النص الاولاني مش النص الثاني، نفس الموضوع ده كده. فالمهم يعني الافعال الغير منتظمه متقسمه فعليا اتنين. واحده بيحصل عدم انتظام بس مع الدو والا والاس والزي. النهايات عادي جدا في كل. في بس عند الدو والا والاس والزي خلاص بتغير الحرف المتحرك بس. ازاي هو ليزن بقى ليست خلاص. بس ليست دو بيشا اللي بتحب تقرا الكتب فلازم لوير بس. او اساله هنا مثلا ماكس دو تنس، انت بتحب التنس عامه؟ هنا زي دي اهي بتحب التنس فيقول لي يا ايش معك تنس او ناين ايش معك فوسبال. خلاص لا انا بحب الفوسبال خلاص. بس انا استخدم فيرب mögen، ده فيرب mögen. mögen اللي هو ايه لايك تو لايك يحب حاجه او يعجب بحاجه خلاص. وبس. حد عنده اي مشكله؟ معلش يا جو، هو لما انت كتبت باس ماخن زيجير ان داينه بغاية سايت، تمام. هنا انا عارف ان سايت يعني وقت، بغاية دي بقى موقعها ايه من الاعراب؟ لا هي في غايه ساعتها على بعضها فري تايم زي في الانجليش فري تايم. اها. ما احنا عندنا كلمات مركبه كتير فاهمني. تمام. ففي غاية اللي هو فري تمام. فاللي هو فري تايم اللي هو في وقت فراغك يعني. اوكي تمام ايوه. اوكي نكمل. اللي اتسألنا عامة احنا عندنا من نول لغاية زفلف لازم تحفظوهم طبعا. هقولها لكم عامة وبعد كده لما ناخد الباقي اللي هي كمان حبة حرفيا اقول لكم بنقرا الارقام ازاي. مش هتحتاجوها في الامتحان قوي ولكن دي المعلومات كويس خلاص. فعامة عندنا النول تمام. نول eins eins zwei zwei drei drei vier vier fünf fünf sechs sechs sieben sieben acht acht neun neun zehn zehn elf elf zwölf zwölf. اوكي ده كده ايه بالنسبه لي. الفابت برضو ده الفابت ده ممكن نتكلم عليه في الحته دي. حته لما اقول لك ان انت تعمل buchstabieren. buchstabieren ان هو يتهجأ يستهجى يسبل خلاص. buchstabieren فاقول له مثلا حد قال لي مثلا اي اسم اين هو مثلا اقول له اين was ايه ايه معلش او مثلا أو اين was ايه انت بتقول ايه. فيقول له ايه اين هو اين هو يعني اللي هو ساعة. فيقول لي kannst du das Wort مثلا bitte buchstabieren. ممكن تستهجها لي تمام. فممكن نقولها بالطريقة دي اهو kannst او können Sie das Wort bitte buchstabieren. او ممكن اقول können Sie das buchstabieren وعلى طول خلاص. في بيتا طبعا فايه كده خلاص. لو ممكن تستهجها لي فهتلاقوا حتى ساعات في situations او كده اللي هو يقول لك كده وبعد كده يحطها لك بنفس الشكل ده اهو. ده تبقى في الاسئله بتاعت الاختياري وكده. فدي اللي هي بوخشتابيرن اللي هو يقول كلمه وبعد كده انت تستغربها وتقول له ينفع تعملها لي بوخشتابين ممكن تتهجاها لي فيكتبها لك في الاختيارات بالشكل ده
ده كده بيستهجاها يعني. خلاص، او انا ما سمعتهاش اصلا، فاعمل ايه؟ فيدا هولونج بيتن، فيدا هولونج بيتن، اطلب ان هو يكررها لي. خلاص، فاقول له في بيتزا، في بيتزا، ايه معلش قولها كده تاني، noch einmal bitte، قولها كده تاني. خلاص، عشان مش سامع. تمام، ده لما انا ايه، انا مش سامع مثلا او كلمه غريبه فايه مش سامعها كويس، فايه فيدا هولونج بيتن. خلاص، يبقى كده ظبطنا لحد دلوقتي. كده فهمنا ازاي نعمل تو تونايت اي، ثانيه ثانيه. ايوه، الابنايجونج والتونايجونج اويزان نعبر عن انا يعني محبتي او رفضي او مش رفضي، كرهي مثلا لحاجه معينه، ممكن نقول كده بشكل افضل. خلاص، آه ودي بنستخدم فيها اللي هو ايه، عمنا ايه، فيرب mögen، to like. خلاص، ich mag كذا او ich ايه mag كذا ايه nicht. خلاص، آه دي بوينت. ممكن اسالها ماكس دو مثلا او mögen sie. خلاص، خدنا الكروسن، هلو تشوز والحاجات دي بقى البفندن. بص يا شباب، انا ليه بقول لكم كل حاجه بنسال عليها ازاي، او ليه دي بتبقى العنوان بتاعها ايه، لان ده بتحتاجوه في المواقف في الام سي كيو والحاجات دي. فدي البفندن، ان انا اسال. يعني ايه كلمه اسال اصلا؟ فراجن، فراجن nach على البفندن، الحاله، بسال عن الحاله اللي هو انت عامل ايه، الدنيا زي الفل، الدنيا مش عارف ايه. فعندنا في جيت. تمام، هناخد برضو على جنب كده، حرفيا انا مليت البتاع دي، ماشي هنا وخلاص. عندنا في جيت او في جيت دي. تمام، ده الانفورمال، بشكل غير رسمي. في جيت او في جيت ihnen، ده الشكل الفورمال. خلاص، تمام كده، وده بسأل عن البيفندن. انا لو حد سألني رقم واحد مثلا، هالو في جيت دي، فيقول لي جوت دانكا، يبقى كده ممكن نرد عليا يقول ايه، جوت دانكا، شكرا جزيلا. اوكي، يكمل بقى اون ديا، بدل ما يقول اون في جيتس ديا يقول لي اون ديا على طول، اون ديا. طب وانت، بدل ما يسال السؤال كله. خلاص، طبعا لو احترام هيقول لي ايه، طب اون اينن، برضه بدل ما يسال السؤال كله. يبقى انا الرد عندي ممكن يبقى ايه، يكون جود اس جيت. اس جيت دي عامل زي اللي هو ايه، اهي ماشيه، ما هو فيرب جين اللي هو يذهب او يمشي. تمام، فاس جيت اللي هو اهي ماشيه. نيشت زو جود، نيشت زو جود اللي هو مش الطف حاجه، نص نص، مش قوي. خلاص، اوكي، ده كده كان اول اكتسيون في ايه، في في اسمه ايه ده، في سنه اولى، في الترم الاولاني. خلاص، وخلصنا حوارات وحبشتكنات والزيادات اللي ممكن يبقى فيها. خلاص، تمام. ممكن نقرا بس دي lernen، طبعا lernen اللي هو to learn. خلاص، du kannst viele Wörter auf Deutsch verstehen، ده هو كان بيتكلم في حته يعني في الدرس ده، ان احنا عارفين فعليا كلمات كتيره في الالماني، زي كلمه تنس، ما هي تنس ما احنا عارفينها. تمام، لانها كلمه موجوده في اكتر من لغه بنفس الشكل. خلاص، ف بس هو ده الفكره، فاشتين يعني يفهم. تمام، فات او فيرتا جمع كلمه فات. ولو نلاحظ في كده قاعده اتكررت مرتين، اوكي نخلص منها بالمره.
المودال فيرب. خلاص، عشان ما نستغربهاش بس الشكل. بص يا شباب، احنا عندنا قاعده ان احنا الفيرب لازم يبقى رقم 2. خلاص، في الجمله الالمانيه لو بدات بيه خليته رقم 1 فده كده سؤال يا او ناين، اللي هو يس اور نو كويستشن. تمام، ببدا بيه رقم 1 اللي هو هل انت كذا. تمام، فده ببدا بيه رقم 1. ده مكانين الفيرب اللي عندي طبقا للليفل بتاعنا طبعا. طب انا لو جالي حاجه تانية، فيرب تاني ليه علاقه بالفيرب ده، اعمل فيه ايه؟ يتحذف في الاخر. ما عندناش ان هو يجي في المصدر بعد الفعل على طول، لا، مش زي الانجليش يعني. احنا بنحذف الفيرب في الاخر. خلاص، فكرين Sie das Wort bitte buchstabieren. الفيرب في الانفينيتيف اهو في الاخر. نفس الموضوع. Du kannst viele Wörter auf Deutsch verstehen. ده فيرب برضو ام انفينيتيف في الاخر. اما الفيرب اللي اتصرف، وده بنقول على طول الكونيجياتا فيرب او الفيرب اللي بيتصرف بيبقى رقم 2. خلاص، حطوها في دماغكم ان هي كده كده ايه. لو حد يعني هو مجرد بيعرف المنهج بتاع السنه اولى، فاكيد مش هيهتم بحاجه زي دي لان لسه ما خدهاش. ولكن حطها في دماغك عشان تبقى فاهم القاعده ماشيه ازاي يعني. خلاص، بس ده كده اهم حاجه بالنسبه لي. بعد كده دخلنا على الليكتيون 2. تمام، وده كان بيتكلم عن الشول فيشا اللي هو المواد الدراسيه. فمهم طبعا ان احنا نعرف كل ماده دراسيه ومعناها. تمام، فمن اول بيولوجي، تمام، البيولوجي عادي، كيمي، الكيمستري او الكيمياء، دايتش الالماني، انجلش عادي جدا. والاتك، تمام، هو بيتقال كده شبه مش زي الانجليش. تمام، ما تنطقش الث. تمام، فاتك اللي هو إيه، ممكن نقول عليها ايه الاثكس وخلاص. اوكي، مش لازم بقى كده. فهي الاثكس. تمام، اللي هو الاخلاقيات، حاجات كده يعني. اوكي، فالاتك ايه خلاص. جيوغرافي، جيوغرافي، جيوغرافي عادي. طبعا هو في حاجات اوريدي عارفينها. اوكي، جيشيشتا دي بقى اللي ممكن نستغربها شويه، اللي هو الجيشيشتا اللي هو الهيستوري، التاريخ. انفورماتيك اللي هو الاي تي، كونست الفن او الفنون عامه اللي هو زي الارت وكده. سوري. ماثيماتيك الماث، موزيك ميوزك، فيزيك الفيزياء، ريليجيون اللي هو الريليجن، سوشيال كوندا اللي هو السوشيال ستاديز، سبورت اللي هو البي اي يعني. خلاص. آه هنا بقى ممكن نقول سؤال او اكتر من سؤال اكشلي يعني، ان انا اسال عن الماده الدراسيه المفضله بالنسبه لك. تمام، طب نسال عليها ازاي؟ actually what. تمام، فهتبقى ايه was. ف was ist dein، خلينا مفرد، lieblings، ودي تحطها علقة في ودنك. lieblings Schulfach. لو عايز اجمع يبقى was sind deine Lieblingsschulfächer. خلاص، اللي هو ايه المادة الدراسية المفضلة بالنسبة لك. كلمة lieblings تتحط في مخك ما تطلعش منه. ليبلينجز احط بعديها اي عفريت يبقى المفضل. ليبلينجز يعني فيفورت، ليبلينجز يعني فيفورت، فاي عفريت احطه خلاص كده ايه بقيت المفضل. قشطه. آه ماشي. ده كده بالنسبه ايه للموضوع ده. بنكمل. ممكن سؤال تاني ولكن ده هيبقى معقد قوي في الفكره. تمام، فخلينا دي بس ist dein Lieblings-Schulfach. خلاص، عندنا بقى Wochentage، الجahreszeiten والmonate، 3 ورا بعض مرة. الوochentage ايام الاسبوع كلهم بياخد اداه درس. خلاص، طبعا اسبوعنا او الاسبوع في الالمان بيبدا بيوم الاثنين والاجازه بتاعتهم سبت وحد. تمام، فبنبدا بيوم الاثنين فمونتاج
الاثنين، دينستاج الثلاث، ميتفوخ الاربع، دونرستاج الخميس، فرايتاج الجمعه، زامستاج السبت، زونتاج ايه الحد. خلاص، انا دايما كنت بتلخبط ما بين دينستاج من ايام ما كنت بتعلم انا الماني نفسي ودونرستاج. فعامة يوم الثلاث عندنا دين، خلاص دينستاج، ويوم الخميس بناكل دونت، تمام، عشان اجازه او اخر اسبوع يعني. تمام، فالدونت اللي هي دونرستاج. خلاص، حاجه تانية، او بناكل شاورما، بس دي اوفر ثينكينج اوفر بقى، لان كلمه دينا يعني شاورما. تمام، فلا فاكس يعني ده، فخلينا دونت احسن. اوكي، الباقي قريب شويه للانجلش، يعني مونتاج ماندي، زامستاج ساترداي قريب، مش قوي الصراحه، بس قشطه يعني. زونتاج سانداي، فرايتاج فرايداي، هكذا يعني. خلاص، فتقدر تتجاب يعني. فوخن اند نهايه الاسبوع، او اللي هو الويك اند. احنا قلنا الفوخن اند في الالماني او في المانيا يعني هو الزونتاج ام، اللي هي دي عشان نحتاجها، ام زونتاج، وام انا كنت قلت ايه، وزامستاج. اوكي، ماشي. في اليومين دول ليه انا استخدمت ام، اللي هو زي في يوم كذا. طب ام دي بتيجي مع الايام بس؟ لا، بتيجي مع ايام واجزاء. انا كنت دايما بفكركم بيها بحرف الالف اللي في الاول. ايام اهو، ايام يبقى ام، واجزاء اليوم اجزاء برضو. ايه اجزاء اليوم؟ اللي هو ام مارجن، ام ميتاج، ميتاج وقت الظهيره. تمام، دي ام اي اللي هو حرف الاي يعني، وبعد كده دوبل تي او دبل تي، اجي اللي هي اي جي. خلاص، ممكن بقى اخليها فور ميتاج او نخ ميتاج، قبل الظهر او بعد الظهر، فور قبل ونخ بعد. مورجن، ميتاج، ابند، ام ابند. عندنا اكسبشن بس وحيد، كلمة نخت من أجزاء الأسبوع، أجزاء اليوم قصدي. كلمة نخت تبقى إن der Nacht. أوكي، إن der Nacht، مش بناخد أم. خلاص، يبقى أيام الأسبوع كلهم بتاخد أم، اللي أنا أقول في يوم كذا، في فترة كذا، في الصباح، morgen. خلاص، أيام الأسبوع وأجزاء اليوم. تمام، فالاثنين أقوله أيام وأجزاء، يبقى أب. خلاص، ده أهم حاجة بالنسبة لي. قشطة كده، قشطة. ما عدا طبعا كلمة نخت، إن der Nacht. بعد كده بناخد اليارستايتن، اليارستايتن اللي هو أجزاء السنة. تمام، أو بمعنى صح فصول السنة. der Winter، كلهم طبعا der Winter شتاء، Frühling ربيع، Sommer الصيف، Herbst الخريف. اوكي، طبعا برضو نقدر نسأل عن was ist dein Lieblings Jahreszeit. تمام، او was ist deine Lieblings ايه Jahreszeiten، ايه المفضل بالنسبة لك. تمام، كل ده اقدر اطبق عليه نفس فكرة السؤال اللي فوق. ايه المفضل بالنسبة لك، was ist dein Lieblings كذا. خلاص، طب ناخد المنعطف بالمرة. المنعطف الشهور، والاثنين دول بناخدوا حرف نفس حرف الجر. احنا خلاص خلصنا ام، دي هياخدوا ام. خلاص، ام Jahreszeiten والمنعطف يبقى im Winter، im Frühling، im Sommer، im Februar، im März. الشهور كلها داع برضو. يناير، يناير، فبراير، فبراير، مارس، مارس، ابريل، ابريل، ماي، ماي، يوني، يوني، يولي، يولي، أغسطس، أغسطس، سبتمبر، سبتمبر،
Oktober, Oktober, November, November, Dezember. اوكي؟ ديسمبر. دول شهور السنة. طبعا الاتنين بياخدوا قيمة. اوكي؟ بعد كده الاسن والترينكن. اولا انا عشان اسال على الاثنين دول حضرتك تحب تاكل ايه؟ طبعا ده بيجي اكتر في مواقف في مطعم او كافيه او كده. ف was möchten Sie او möchtest du تمام؟ يبقى ده يا ده. trinken طبعا اول حرف مش قوس. اوكي؟ klein عادي. oder essen يعني حضرتك تحب تاكل ايه او تشرب ايه. was möchten Sie oder möchtest du trinken oder essen. يعني ممكن اقول لحضرتك تحب تاكل ايه؟ was möchten Sie essen او حضرتك تحب تشرب ايه؟ was möchten Sie trinken. اوكي؟ نتعلم بقى شويه حاجات زي دي بانانا، الموز، فيرست. تمام؟ نوع من انواع السبوقيات والحاجات دي كلها. اوكي؟ آه اهم حاجه بالنسبه لي ان هو يعني آه ان احنا نعرف ان ده اكل. يعني بالنسبه لي مش هيبقى مهم بالنسبه لي ان انت تعرف الاكل ده ايه. ده اهم حاجه بالنسبه لي، بس المهم تعرف ان هو اكل. اوكي؟ ايس، الجيلاتي عادي جدا. يوجورت، زبادي. كيزة، جبنة. بيتزا عادي. زلامي، البيبروني. شوكولاتة، شوكليت. طماطم أو طماطم، جمع. طماطم. كافي، قهوة. ميلك كافي، قهوة بلبن. مينرال فاسا، مياه معدنية. تي، شاي. خلاص. اوكي، التعلم بقى بعد كده ده اللي بقى هنتكلم فيه ازاي نقرا التعلم. تمام؟ احنا عندنا من اول 13. تمام؟ نكمل بقى 13 14 15 16 17 18 19. بعد كده 20 30 40 50 60 70 80 90. كده كمل بقى عادي. المهم نركز بس في حاجه. كلهم تسش يعني في تسش ما عدا 30 تبقى 3 سين سش على طول. خلاص عشان دي اس ست بوينت. بوينت تانية احنا بنعملها زي العربي. يعني انا بقول ده 21 22. ببدأ باليونتس او اللي هو الاحاد الاول، بعد كده ايه العشرات. تمام؟ فعشان كده هقول مثلا واحد اهو عين، بعد كده اللي هي und كده 20 20. 22 33. تمام؟ اللي هو 33. طب هل ده مهم بالنسبه لي؟ طبعا مهم. لازم اعرف ازاي اقرا الرقم، لان هو ممكن يكتب لك في القطعه اوكي الرقم عادي، ويديك في الاختيارات الرقم مكتوب بالحروف. يعني فوق يكتبوا بالارقام وتحت في الاسئله يكتبوا لك بالحروف. خلاص؟ والعكس. فلازم ابقى عندي فاميليار ازاي ان انا اكتب الرقم. نقول مثلا ادي هو 41، يبقى ein اللي هو واحد und و 40 40. بنلاحظ حاجه ان هم كلمه على بعض. خلاص؟ بالمره يعني 100 اللي هي هوندات، والالف اللي هي 1000. طب انا لو عايز اقول 111 اقول ein Hundert und 1000؟ لا، اقول ein Hundert 1000 على طول. احنا قلنا الاوند بنحطها ما بين اليونتس والتنس، الاحاد والعشرات بس. خلاص؟ يبقى ein Hundert 1000 على طول. خلاص؟ طب 165 يبقى ein Hundert، او ممكن اقول هوندات على طول
5 und 60. عشان ما ننساش بس الموضوع ده لو تلاحظوا 6 لما كانت لوحدها كانت بتبقى 6. أول ما دخلت على 16 بقت 16 ومع ال 60 برضه بقت 60. فشلنا الإس في الآخر فبتنطق إيش. خلاص؟ إحنا قاعدة عندنا إن ال CHS تمام في الأغلب بيتنطق إكس. خلاص؟ نفس الموضوع في زيبن بقت مع 17 زيب 10 وبرضه مع 70 70. الحاجات اللي دايما بتتلخبطوا فيها 20 مش 20. لا هو 20. خلاص بس الباقي عادي وعلقنا على حوار السيش والسيش. تمام. بعد كده بيدخلنا بقى على بشتمت ارتكل. بشتمت ارتكل اللي هو ادوات المعرفه. خلاص عندنا احنا قلنا الادوات او الانواع الكلمه عندنا ماسكولين نيوترال فيمينين مذكر محايد مؤنث. ماسكولين أداة المعرفة بتاعته اللي هي زي أداة التعريف عندنا اللي هي ال. خلاص اللي هي der. نيوترال تبقى das. وفيمينين دي. عندنا لو عايز أجمع كل دول بلوغال فأداة الجمع برضو دي. أوكي ده المهم بالنسبة لي وكل كلمة لازم أحفظها بأداتها. خلاص ده مهم جدا. مية مية. نختم بس الدرس تاني وبعد كده نشوف لو في أسئلة. يبقى أنا بوينت مهمة إن أنا أسأل على الوقت بتاعت الحاجة مثلا إمتى هيحصل ده. فأجي أهو Zeit Angaben machen إن أنا أدي معلومات عن الوقت. فإن أنا أسأل مثلا wann gehen wir ins Kino أو wann sehen Sie das Film أو wann beginnt das Film. Wann gehen wir ins Kino؟ امتى هنروح السينما؟ wann sehen Sie das Film؟ امتى هنشوف الفيلم ده؟ أو wann beginnt das Film؟ امتى هيبدأ الايه؟ الفيلم ده. تمام؟ وات ايفر بقى. خلاص؟ طبعا الرد بالنسبة لي مش مهم، احنا قلنا خلاص ان دي بتاخد ام ودي بتاخد ام والحوارات دي كلها. خلاص تمام. من الحاجات المهمة برضو بالنسبة لي في الأرقام إن أنا أدي البرايز نانن أتكلم عن السعر زي was kostet der Tee. was kostet der Tee. تمام. أو wie viele تنفع الاثنين. يا إما أسأل عن السعر wie viele kostet كذا أو was kostet وأقول الحاجة. خلاص الرد ممكن أقول das macht واقول السعر اللي هو زي ما بقول ده عامل. خلاص ده عامل مثلا 5 جنيه. خلاص ما حرفيا فيرب ماخن اللي هو يعمل. تمام يعمل. خلاص وداس اللي هو زي ده فده عامل كذا. خلاص فهنا مثلا 1 €50. خلاص 1 € 50 اللي هو ايه يورو و50 سنت. حتى لو انا كتبتها كده مثلا 3 كده يعني 3 € 66 سنت. تمام هننطقها بنفس الطريقه اللي هو 3 € 66. مش هقول كلمه سنت في الاخر. خلاص انا بحط كلمه ايو بس في النص هي كده كافيه. خلاص تاني ازاي ان انا اعبر عن حاجه بحبها. احنا قلنا فوق
verb mögen. هنا الناس استخدم verb gern. تمام. حتى انا قلتها لما احنا بنسال عن الهوبيز بتاعتنا، احنا بنحب، انت بتحب تعمل ايه؟ was machen Sie ايه gern. تمام. ما هنا gern دي لو بتحب تعملها. خلاص. فانا بقول ايش esse gern Bratwurst، انا بحب اكل ده. فيقول لي du auch، انت كمان، لو ايضا. اوكي. او ich trinke gern كذا، بحب اشرب كذا. خلاص. طب ممكن اقول له يا ايوه، او ناين ich esse lieber، انا بحب اكتر الكيزه مثلا جبن. خلاص. فليبا اللي هو انا بحب اكتر او انا بفضل اكتر. خلاص. ده كده بس المهم بالنسبه لي لحد دلوقتي. صوتي بدأ يتنبح، ما علينا. حد عنده اي مشكله دلوقتي كده يا شباب؟ لا تمام كده. لا تمام زي الفل. كلام مترابط ببعضه لحد دلوقتي، ايوه دي اهم حاجه. اوكي. مشكله منهجكم عامه في ستيم ان انت تفتح الكتاب ما تفهمش انت عايز ايه. فاهم؟ يعني ماشي، اهلا وسهلا، حفظت كلمات كده انت إيه اعمل ايه بكل ده؟ خلاص. او ان انت هتفضل تفتح كتاب وتقعد تقرا وخلاص. طب انا استفدت ايه؟ يعني ممكن تطلع وما تستفدش حاجه فعليا. انا حابب ايه في كل ده؟ هو رصة كلمات، رصة جرامر، اللي هو اعمل ايه فعليا، فين رياكشن اللي هو اعمل ايه. بس فدينا بنفهم بقى دلوقتي. خلاص. كل بقى اللي فوق ده هنزود عليه الكلمات دي. مهم ليه؟ لان لما اسالك مثلا من الفوق انت بتحب مثلا تلبس ايه؟ خلاص فهمنا، يبقى انا كده محتاج كلمات للكلايدون. تمام. محتاج اسال مثلا لما كنا بنسال عن سعر ده، فانا لو مثلا في محل بقى مش في مطعم، خلاص، فقال له البنطلون الازرق ده سعره كام؟ خلاص. فانا كده محتاج لون، محتاج هدوم. خلاص. فبناخد الفاوتشرز دي. دي بلوزه اللي هو بلوزه عادي، هوزه، بنطلون، ياكا، جاكيت. دي ياكا. ده بلوفر عادي. آه بعد كده إيه؟ ماشي. بعد كده ده رينج برضو عادي، يعني مفيش اي اختلاف، اللي هو الرينج عادي. دي شوه، جزمه. ده ستوب، اللي هو البتاع اللي بيتلبس ستوب ده. تمام. آه واخر حاجه ده تي شيرت، التي شيرت. خلاص. آه الفعبن بقى الالوان: بلاو ازرق، خاون بني، جلب اصفر، خاون اخضر، كرين سوري خاو رمادي، كرين اخضر. دايما اوفرلاب منهم مش عارف ايه. فاللي اول واحد ما علينا، خاو رمادي، وكرين اللي هو اخضر. ليلى اللي هو اللون اللي هو مش نبيتي ولا بامبي، يعني حاجه في النص. خلاص. غوزه ده الروز عادي. غوط الاحمر، شفارц اسود، فايس ابيض. خلاص. ده كده بالنسبه للالوان والكلايدون. برضو نفس السؤال بتاع الليبلينجز ممكن اساله هنا. تمام. was ist dein Lieblingsfarb؟ deine Lieblingsfarben مثلا، ايه الالوان المفضله ليك؟ was sind deine Lieblings ايه Farben؟ خلاص. ده عادي. بعد كده مهم برضو بالنسبه لي ان انا اعرف الفاميليا. تمام. انا فاميليا دلوقتي، لكن الفاميليا عندنا موتا، دي موتا. تمام. der Vater الاب، موتا الام، فاتا الاب، شفيستا الاخت، جايه من كلمه سيستر حرفيا. برودا جايه من كلمه براذر اخ. التان اللي هو البيرنتس على بعضهم. دي شفيستا اللي هي كلمه سيبلينجز الاخوه، عنده كام اخ يعني. خوس التان اللي هو ايه اسمه ايه الجراند بيرنتس يعني. خوس موتا اللي هو الجده. وغوز فاتا الجد. تانتا العمه او الخاله. اونكل العم او الخال. كوزينه عيالهم بقى، سواء عمه او خاله او اي نيله، المهم ان هي بنتهم. وكوزين اللي هو ايه ابنه. خلاص. ده مهم برضو في القطع جدا.
يقعد يقول لك بقى قصه حياه بني ادم. عمنا كذا كمان kommt aus اي هباب. خلاص. er arbeitet als اي هباب، بيشتغل رقاص يا عم، مش هيفرق معاه. خلاص. عنده زينة فراو اسمها كذا، وعنده عيال اسمهم كذا وكذا. انا مالي بكل ده؟ نسألك بعد كده. آه اي هباب من اللي فوق من الاسامي يقول لنا احمد مثلا ist die Schwester von كذا. ايه العبث ده؟ der Bruder von كذا. احمد ده اخو فلان الفلاني. هل ده صح ولا غلط؟ غشش ولا فلش؟ تمام، دي مهم تيجي في الغشش ولا فلش. غشش فلش. اوكي. او يسالك على عدد البازونن في العيله، يقول لك هم كام نفر في العيله من العيله دي. خلاص. ده اللي المهم نعرف. ايه التيغه ما دلنيش غير بس فعد حصان بلس بيبي برضو بازون اللي هو البيبي. واحنا كده كده قلت لكم على الزعلن اخدناهم بالمره 100 و 1000 وقلنا نقراهم ازاي. تحويل بقى البشتمت الام بشتمت اللي هي اداه النكره عامه. والبوسيسيف ارتكل اللي هو ايه الملكيه. خلاص. المهم البشتمت احنا قلنا ماسكولين نيوترال فيمينين، وقلنا زودنا بلغال بتاعه der das die ودي بلغال. تمام. الماسكولين هنا عندنا اين، والنيوترال اين برضو. الفيمينين اينه. يا احمد البلغال هيبقى ايه؟ البلوغ هيبقى أين برضه. انت اتفرجت على السيشن الثانيه يا راجل؟ ده انت ليلتك سودا. ثواني مفيش صح؟ مفيش بالظبط أيوه يا صح فارس. أيوه. مفيش. لساني بيدلدل وبتغلطوا فيها برضه. بحس ان انا عايز اشد في شعري بجد. يا جدعان احنا عندنا في الانجليش او ان صح؟ او ان ليهم شكل في الجامعه. لا يعني ده احنا بناخدها واحنا صغيرين، يعني لو نسيتوا الالماني وما نعرفوش فاحنا عارفين انجليزي. فالالماني نفس الانجليزي والله، ما عندناش عين واين للجمع، لان هي نفس او ان والله. خلاص. ما فيش بشتمت ارتكل في الجمع، ما فيش والله، ما في. ما اخترعناش لسه خالص. ده ماسكولين نيوترال فيمينين بس. اوكي. طب بنعمل ايه في وقتها لو عايز اقول بشتمت ارتكل او اخليها نكره؟ حسابها زي ما هي، ما احطلهاش اداه اصلا. نستخدم حاجه اسمها نول ارتكل، مش هحط لها حاجه. تمام. ده زند كيندا، دول اطفال، مش محتاج احط اداه. خلاص. اوكي. طب البوزيتيف ارتكل ده بقى احنا محتاجين نعرفه كله، بس عامه ده اللي هو ضمائر الملكيه. ده محتاج شرح محترم كده بقى. فايه ركزوا معايا بقى شويه. البوزيتيف ارتكل يا شباب احنا عندنا ادي هو الايش والدو والاير والاس والزي فيا ايا زي وزي. اوكي. هنتفق اتفاق. احنا مش دول ارتكل بوسيسيف ارتكل ودول ارتكل، فاحنا في البدايه هنبقى شبه الارتكل اللي احنا جايين منه. خلاص، اللي هو الام بيشتغل. ف ايش هتبقى ناحيه باين برضه. وهنتفق اتفاق تاني، حتى ده موجود في الانجليش. اي تحويلاتها كلها بدا بام. ماي مي ماين، نفس الموضوع. هنا هتبقى ماين. واللي بيمشي دايما مع الايش هيمشي على الدو، فهتبقى داين. والمره دي كمان الاي والاس هيجتمعوا مع اللي فوق، بس هيسرقوا الاس بتاعت مين؟ بتاعت عمنا ايه الزي، فهتبقى الزاين. يبقى الاي والاس زاين. طب الزي؟ لا الزي اتسرقت خلاص، فما ينفعش تاخد الاس، فهتعمل شكل مختلف اصلا. هتبقى ايا.
الفيا هتبقى أنزا، الإيا هتبقى أويا، والزيهات برضو هتبقى هنا إيا وهنا إيا ولكن قوس. يا فارس، حضرتك احنا اخدنا ان احنا اللي هما الاثنين ارتكل صح؟ الجو ده ارتكل، بوزيتيف ارتكل، ده بيقوم بيشتمل ارتكل صح كده؟ ايوه هل الشبه بس هيبقى فكره ان هو ماين داين الحاجات دي ان هو واخده الاين اللي في الاخر دي، ولا ممكن يبقى في شبه تاني؟ لا مش شايف شبه تاني. طب سؤال، انا عندي الكلمه اللي بعد ماين وداين والحاجات دي النومن، احنا قلنا الارتكل ما ينفعش يجي لوحده، لازم نومن، لان هي ارتكل ما بيجيش لوحده، ارتكل هي اداه، اداه لايه؟ اداه النومن، لازم فاهم، لازم حاجه تمسكي كده. ماشي، ماشي نتفق على الموضوع ده، احنا اتكلمنا في الموضوع ده مره فاتت. تمام. طيب الكلمه اللي بعده مش ممكن تديله نهايات زي اين واين؟ صح؟ ممكن يعني احنا عندنا اين اهو للمذكر ومحايد، واين للمؤنث بقت اين اهي، ايوه ده برضه هيحصل معانا في البوسيف. خلاص يبقى في شبه تاني اهو، ولكن خلاص الشبه ده تمام. هيبقى مع الفيمينين والبلوغال. تمام؟ تمام اوكي، يبقى كده فهمنا تاني يا شباب. يبقى اين واين ما وقفتش عند كده، احنا هنلاقي بعد كده واحنا شغالين اقول لكم اللي بيمشي على الاين والاينه هيمشي على الماين والماينه، ويمشي على الكاين والكاينه، وهكذا. ده عشان هما كلهم كوبش على بعضهم. فنلاقي الايش ماين او ماينه، داين او داينه، زين او زينه، ايا او ايغا، انزا او انزغا، اويا او اويغا. ليه عملنا الشكل ده؟ لان هو مش فرح، مش فرع عمده، احنا الحروف بحبر وبتاع مش هنرميها، احنا عندنا حرف ايه اهو وحرف ايه اهو، عايز ازود ايه تاني؟ ليه مش فرح، فهناخد الايه ده ونحطها بعد على طول، فتبقى ايغا، وطبعا ايغا وايغا. طب سؤال، النهايه هتبقى على اساس ايه؟ هل على اساس الشخص المالك، ولا الكلمه اللي بعد اداه الملكيه؟ حد منكم يقول لي. الكلمة اللي بعد الأداة الملكية. بالظبط، يبقى النهايات طبقا للكلمه اللي بعد اداه الملكيه. يعني اقول لك مثلا ماينا موتا، مامتي، انا مذكر عادي ولكن حطيت اهو نهايه، ليه؟ لان موتا مؤنثه، فهي اللي حطيت لي النهايه. الشخص المالك يحدد لي بس انا هختار اي حد من دول، ماين ولا داين ولا زيا ولا زين ولا ايه ولا الحاجات دي. انا قاعد احس بصوتي وهو بيتجرح من جوه. سوري يا شباب. المهم، فده اللي احنا ايه بنشوفه، لكن النهايات طبقا للكلمه اللي بعد ايه؟ الاتي. مش عارف ليه، ولكن انا الموضوع ده بقيت اكد عليه لسبب. في ناس كانت بتقعد تقول لي آه مش انا المالك، انا مذكر يبقى انا على طول ماين. لا يا لا، we don't do that here. حرفيا. خلاص، فنركز على الموضوع ده، لان ممكن اصلا اقول لك مثلا ايه، فيا زين او فيا ليبن، خلينا فيا ليبن داينا كيندا، احنا بنحب اطفالك. داينا هي مالهاش علاقه بفيا اصلا، لان طبقا للمعنى، واطفالك انت شخص بني ادم مذكر، ورغم ده حطينا ايه ليه؟ عشان كيندا جمع، كيندا هي اللي هتديني
النهايه بتاعت البوسيسيف ارتكل. خلاص، مش الشخص المالك. الشخص المالك حددت منه، انا استخدمت داين لانه انا بكلمه وبوجه له كلام قدامه. خلاص، في اي مشكله كده؟ لا تمام. اوكي. آه هنعلق على حاجتين بس نختم بيهم كده. ده كده الترم الاولاني اولى كله على بعضه في الالماني يعتبر. ده كشرح طبعا، هنقعد نحل بقى بعد كده، بس ده كشرح. خلاص، ده اهم حاجه بالنسبه لي. المهم، etwas benennen او identifizieren او whatever. ثانيه يا شباب، خليكم معايا ثانيه. اوكي بقى، يعني ايه؟ يعني انا عايز ان انا اقول ده ايه. يعني انا قلت لك هو ايه البتاع دي، فده اسمها بنانا ان انا ابلغك عنها او اقول لك عنها. تمام. او اقول لك ايه، ايدنتيفيتسيرن. تمام، ايدنتيفيتسيرن اللي هو ان انا ايدنتيفايد. خلاص، انا ممكن اسال فاسس داس، ده ايه؟ او فاسس داس دن، وده ايه بقى؟ الرد بتاعي ممكن يكون داسس واقول اي حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده، استنى، هي مش بلوزه مؤنثه؟ ازاي انا استخدم داس؟ ما هو يا زكي، داس هنا مش معناها الارتكل. ركز، بص هنا، داس جايه لوحدها مش بعدها اسم. يبقى دي كده انا ابدا اشك. ده يوسف قال لي داس او الارتكل عمره ما يجي لوحده، لان هو اداه للنومن، يبقى لازم بعديه نومن. بس هنا داس جاي لوحدها، يبقى هنا مستخدمه استخدام اخر. هنا داس بمعنى this. داس بمعنى ايه؟ this. اوكي، عشان كده ممكن اقول das ist، this is، das ist، او اقول das sind، استخدمها للجمع كمان، اللي هو these are، these are. خلاص، das ist eine Bluse. Bluse، das ist ein Mann، ده رجل. das ist ein Herz، ده قلب. ما بقول das ist وايه بعد كده بشتمت على طول. خلاص، ملحوظه بقى في القطع وكده يا شباب، لما نيجي نتكلم عن حاجه في قطعه او ايميل او حاجه، لما اكلم الشخص لاول مره عن حاجه فبستخدم اول حاجه بشتمت ارتكل. بعد كده لما اتكلم عن حاجه تاني نفس الحاجه في الجمله اللي بعديها هستخدم بشتمت، ده تنكر معرفه قصدي. بعد كده ممكن اعوض عنها ببرونومن، بضمير. واحنا اخدنا ان اهو الداع، داس، دي بيعوضوا عنهم هي والكلمه اللي بعديها طبعا، والنومن اللي بعده، كل دول بعديهم نومن. بعوض عنهم بمين؟ الداع بيبقى ايا، الداس وكلمته بتبقى اس، والدي في كلمتها بتبقى زي. خلاص، سواء جمع او مؤنث. خلاص، فاحنا بنمشي بالترتيب ده في القطع. هم bestimmt، bestimmt، pronomen. اوكي، هنا etwas او jemanden schreiben، نوصف حد او نوصف حاجه. زي هنا دي بلوزه است weiß، البلوزه بتكون لونها ابيض. او ان انا اقول wie alt ist deine Schwester، كم عمر اختك. wie alt ist deine Schwester، كم عمرها. wie alt bist du، كم عمرك انت. واقول ايش بين كذا. تمام، ممكن نزود هنا كمان Jahre alt، اللي هي زي الانجليش years old، انا عمري كذا. خلاص، ده كده ايه اهم حاجه بالنسبه لي. اوكي، يبقى انا كده ممكن اعرف الشخص. خلينا بقى ممكن ناخد الموضوع ده بالمره، ان احنا ما اعتقدش هناخدها تحت هنا يعني. ولكن انا لما اعرف الشخص او اتكلم عنه، نبدا اول حاجه بالاسم.
تمام. اسم بيبقى heißen verb heißen عادي جدا. تمام. ich heiße كذا او mein Name ist كذا او ich bin كذا على طول. خلاص يبقى دي ايه؟ ده ان انا اقول النومن بتاعي الاسم بتاعي. طبعا كل ده يندرج تحت بند sich vorstellen، ان انا اقدم او اعرف شخص. heißen ich heiße du heißt whatever، ده ايه النومن الاسم. بعد كده الherkunft اللي هو الموطن نسأل عليها woher kommen sie او kommst du، سوري دي علامة استفهام، او kommst du. والرد بيبقى ich مثلا komme aus، اي حاجة بقى. اوكي. الدولة. بعد كده الفون اورت، المكان اللي هو عايش فيه، فبنسأل wo أين wohnen sie أو wohnst du. خلاص. بعد كده ممكن نسأل عن السبراخة أو سبراخن، اللغات. في ليها حوارات تانية بس أهم حاجة بس نعرف إن أنا welche Sprachen sprechen sie. أوكي. أي لغات تتحدث حضرتك أو sprichst du. ده هكتبه عشان شكله بيتغير. sprichst، سوري هنا اس بعد كده ت دو. اوكي. فيها مشكلة كده؟ لا تمام. اوكي. ناخد باوزة شوية وبعد كده نكمل. قشطة.